اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل لكم غدا النهارده. مش خفيف ولا هو تقيل. كويس. دي معانا نص كيلو لحمه اهو، مقطعينه شرايح صغيره. مش عايزاها شرايح سميكه عشان ايه؟ تستوي بسرعه. حطينا عليهم معلقتين خل اهو، وهنعصر عليهم 3 انصاص ليمون دول، وهنسيبهم بقى في التتبيله دي 10 دقايق نص ساعه حسب ما انت عايزه. انا ما غسلتش الكبده، انا قطعت الكبده وما غسلتهاش. انا اللي هي بتزرده انا بايه؟ بصفيه وخلاص، ما غسلتهاش. انا اول مره ايه؟ ما اغسلهاش. انا ببقى اغسلها بس انا اول مره ما اغسلهاش. قلت اجربها، بس لقيت طعمها جميل، ولا زفره ولا فيها اي حاجه خالص، لقيتها حلو. جبنا معانا طاسه اهي، وحطينا معلقتين زيت اهو، وحطينا يا دهن يا لي المتوفر عندك، دي دهن مش لي. حطيت حتتين اهو متقطعين، سبتهم بقى ايه عشان اهو يساحوا اهو. انا رحت صفيت الميه اللي على الكبده وحطيتها في طبق تاني اهو، ونزلنا بقى في الطاسه اهو نشوحها بقى. نشوحها لحد ما تنشف من السوائل اللي فيها كلها. جبنا معانا طاسه تانية، وحاطين فيها معلقتين زيت برضو اهي، وهننزل فيها بصل عاملينه جوانح اهو، مش كتير يعني، هي بصلة واحدة اهي بس حجم كبير، قطعناه جوانح. وهنحطه ايه في الطاسة دي يدبل، مش هنضيفه على الكبدة إلا لما نتبلهم ويصفوا السوائل اللي فيهم، لان البصل بيبقى فيه سوائل مية، والفلفل بيبقى فيه مية. دول معلقة توم مهروسة اهي متفرزة، هنحطها برضو ايه عشان تدينا طعم ونكهة كده في الكبدة بتاعتنا، بيدي طعم جميل التوم ومفيد في نفس الوقت. ومعانا الفلفل اهو، فلفل احمر وفلفل اخضر، عاملينه هو جوانح او مكعبات حسب ما تحبوا. دي بهارات مشكلة بتاعتنا، هنقلبهم مع بعض لحد ايه ما يتبالوا بقى ويصفوا المية اللي فيهم. مش هضيفهم الا لما يكونوا صفوا السوائل اللي فيهم كلها، عشان تبقى ناشفة. مش عايزة الكبدة يبقى فيها سوائل كتير. كده خلاص الكبدة بتاعتنا نشفت من السوائل اللي فيها. هنحط البهارات المشكلة بتاعتنا، ملح وكمون وفلفل اسمر وبابريكي وكاري، فلافل مشكلة، بهارات مشكلة بلاش فلافل. هنقلبها، هي معادش فيها اي سوائل، ناشفة من السوائل خالص اهي. هنضيف عليها بقى الخضار بتاعها اهي. دي ضفنا الخضار بتاعها برضو ايه، هو نشف بس انا ما خلطوش استوى قوي يعني. احنا بنحب الخضار يبقى مقرمش في الكبده كده، بيدي طعم جميل. هنقلب الكبده بقى وهنسيبها على النار 5 دقايق لما المكونات تندمج كلها مع بعضها. هنروح بقى معانا مش صدر فرخه، نص الصدر بتاع الفرخه، جهه واحده بس من الفرخه، هنعملهم صابعين كفت. دي معانا بصل وفلفل اهو وتوم مهروس اهو. فيهم الفلفل الاحمر ده حار، وبرضو كان في الكبده الفلفل الاحمر حار، حسب ما انتوا تحبوا بقى. احنا عندنا ابو زياد والاولاد بيحبوه حار، انا ما بحبش الحار، بتعب منه. انا ببقى باكل بقى من الاكل بتاعهم دي وجنب لبن بقى. اكل بقى الوقت حته كبده واشرب معلقه لبن، اكل صابع كفته واشرب معلقه لبن. اجباري الكبده عندنا بتاع الشطه، عندنا اجباري. ضربنا الخضار بتاعنا اهو، انا بضربه الاول عشان يبقى ناعم، ما يبقاش مخرز معايا في الكفته. وادي الفراخ بتاعتنا اهي، انا مقطعه ضلفه الصدر اهي، وهنفرمها بقى مع الخضار في الكبه. صلوا على النبي في التعليقات وما تنسوناش باللايك والاشتراك. خلاص احنا ضربنا اللحمه بتاعتنا مع الخضار اهو. انا لو هي مثلا سايله مني زي دي كده، هحط معلقه دقيق ومعلقه بقسماط، هتجمد معانا وتبقى جميله. وحتى الدول البقسماط بيخليها ايه تبقى متماسكه، ما تفشش ولا تتفك ولا حاجه. كده خلاص انا حطيت معلقه الدقيق ومعلقه البقسماط. دي البهارات المشكله بتاعتنا وملح، عشان ما كنتش حطيت في الفرم وانا بفرم ملح. هقلب بقى بايديا لان المعلقه مش نافعه اهو. كفتة الفراخ اجمل من كفتة اللحم، احنا بنحبها قوي عن كفتة اللحم. احنا عندنا برضو اللحمة موجودة بس احنا بنحبها.
دي نص كيلو مكرونة اهو بشاميل. هما بيحبوا ياكلوا مع الكبدة والكفتة مكرونة بشاميل. ودول 3 معالق صلصة، الصلصة اللي كنا مفرزينها سوا. وادي معلقتين زيت. احنا هنعمل ني في ني، ما احنا سلقنا المكرونة، هنعمل ني في ني. وادي مية سخنة، هنغطي المكرونة بالمية السخنة وهنحط على البوتاجاز على الهادي بقى لحد هي ما تستوى معانا، ونتابع معانا. واللي استحسن ما تستعملوش بقى في الوصفة دي حلة ألموني، الحلة التيفال او والسلسين ما ينفعش برضه. الحلة التيفال هي اللي حلوة او بايركس. هنقلب البهارات اهو مع الصلصة مع المكرونة ونحطها على البوتاجاز بقى على الهادي. جبنا معانا بيضتين عشان الكفتة بتاعتنا. هنرب البيضتين، هنجيب رشة فلفل اسود نحطها عليه، بس انا ما صورتش رشة الفلفل الاسود. هنصبع بقى الكفتة. الطاسة الاولانية دي انا يدوبك انا حطيت صابع دي وفصلت، عملت الطاسة اتاكلت وانا بحمر. ايوه، انا الطاسة دي بقى اتاكلت وانا بحمر. هرجع اعمل لكم طاسة تانية. انا صبعت الكفتة كلها. صلوا على النبي في التعليقات وما تنسوناش باللايك والاشتراك. كده خلاص. قولوا لنا رايكم ايه بقى. ده الكبده بتاعتنا بالبصل، وده المكرونه، وده الكفته بتاعتنا، وده طبق السلطه الجميل، الجزر والفلفل والخيار والطماطم، حاجه في منتهى الجمال. ايه رايكم؟ ما تنسوناش باللايك والاشتراك.